الا كانت الماكينه كتعمل لك بوان صوتي ولا باسادات على هذا الشكل، طريقه التصليح ديالها سهله وبسيطه. تبع معايا الفيديو. اول حاجه كتكونترولي الخيط واش داخل مزيان، غيصير داخل مزيان كتفسخ بلاكا، كتفسخ السنان على هذا الشكل هذا. كتكونترولي الكروشي ديالك، لقيتي هاد السنات الكروشي كدور مع التخبه ديال اليبرة، راه عندك المشكل تما. لقيتي اليبرة بعيده على الكروشي، نفس المشكل تا هو المشكل تما. شنو غتعمل؟ كتفسخ الكروشي ديالك، كتحاول تريق الكروشي مع اليبرة، ديك السنة الكروشي كتجي فوق العينين هاد اليبرة على هاد الشكل هذا. ولا عندكم شي سؤال شي استفسار كتبوه لنا في التعاليق، راه كنجاوب على جميع التعاليق. وما تجيناش اليبرة بعيدة على الكروشي كما كتشوفوا. ما تنساوش تبارطاجيو لكي يستفيد الجميع. الدال على الخير كفاعله. من بعد ما كنريقلو الكروشي كنزيروه على هاد الشكل، كنرجعو السنان، كنرجعو بلاكا، كنرجعو الصباط كما كتشوفوا، كندخلو الخيط ديالنا وكنجربو. وهذه هي النتيجه كما كتشوفوا. الماكينه ديالنا محاس كتعمل لا بوان صوتي لا والو، كتخدم من التوبه الرقاق والغلاظ. وما تنساش تبارطاجي لكي يستفيد الجميع. وبالتوفيق ان شاء الله.